انا مش عارفه مين محتاج يسمع الكلام اللي هقوله دلوقتي، لكن انا اول واحده فيكم محتاجه اسمع كل كلمه هقولها في الفيديو ده، مع ان انا اللي هقول بس كمان محتاجه اسمع. اوقات كتير جدا لما بنعيش مواقف معينه بنبقى محتاجين نسمع كلام معين، حتى لو الكلام اللي هنسمعه ده احنا عارفينه وبنقوله دايما. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي لفتره طويله جدا، بعد ما كان سيدنا جبريل عليه السلام بينزل عليه بكلام من ربنا فجاه بطل ينزل. مش بس كده، الكفار بدأوا يقولوا شوف محمد ربه نسيه، ما بقاش راضي عنه. لك أن تتخيل حجم الشك اللي ممكن يدخل قلب أي بني آدم حتى لو كان أطهر إنسان على وجه الأرض. هو ربنا نسيني؟ هو أنا عملت حاجة غلط أستاهل عليها اللي بحسه دلوقتي؟ ما أنا ربنا لو كان بيحبني ما كانش عمل فيا كده. وفجأة سيدنا جبريل عليه السلام ينزل بسورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالضحى، بالنور، الشمس، إنه ما ودعك يا محمد ولا كرهك ولا نسيك. وبعدها تيجي الآية اللي لما كل حد فينا بيقراها بيحس إنها موجهة ليه هو، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وعد، بس مش من أي حد، ده وعد من رب العالمين لحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا بقى يجي السؤال المهم اللي يمكن معظمنا في كل المواقف الصعبة اللي بنعيشها بنسأله لنفسنا: ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى سيدنا محمد يعيش اللحظات الصعبة دي؟ عشان حتى أعظم البشر محتاج يتعلم معنى الصبر، علشان النبي محمد لما يجي يواسي أمته ويعلمهم إزاي يتعاملوا في المواقف الصعبة والابتلاءات يكون فاهم إحساس الانتظار. سيدنا محمد مر بنفس اللي انت بتمر بيه دلوقتي، الخوف إن ربنا نسيك، القلق من المستقبل، الشك في النفس ساعات، الألم من كلام الناس. وده اللي خلاه أعظم قائد في التاريخ، لأنه تعلم من الألم وخاض التجربة بنفسه. ومن هنا أنا وإنت نفهم إن الأبطال مش بيتولدوا أبطال، الأبطال بتصنعهم الشدة والتجارب الصعبة. وده مش مجرد كلام، أنا وإنتوا اي حد بيعيش تجربه قاسيه او صعبه دلوقتي قدامنا حل من الاثنين: يا تستسلم وتيأس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى وتعيش دور الضحيه وتعيش اللي باقي من عمرك تحقد على اي حد قدر يقوم من تاني على رجليه. الدنيا ببساطه ما بتديش لضعيف ولا بتحترم السلبي اللي عايش دور الضحيه، واللي عنده سوء ظن بالله ما بيقدرش يعرف حكمه ربنا من الابتلاءات. او تقرر تقف تاني على رجليه اقوى من الاول ويبقى عندك حسن ظن بالله وتعرف ان كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى بيعملها لحكمه وكلها خير. القوه اللي جواك اللي خلتك تعدي مواقف كتير صعبه حصلت زمان هي اللي هتخليك تعدي اللي بيحصل دلوقتي واللي هيحصل قدام. الناس اللي غيروا العالم واتكتب اسمائهم في التاريخ مروا بنفس اللحظات دي، قالوا فيها انا مش قادر، انا مش هعرف، بس كملوا. الفرق ما بيننا وما بينهم انهم رفضوا يستسلموا. ومفيش حد بيسعى في اي حاجه وبيجيب صفر في الاخر. في حاجه صعبه، حاجه محتاجه وقت، محتاجه صبر اكتر، في حاجه محتاجه تغيير الاتجاهات. مفيش حاجه مستحيل، وربنا عادل ما بيظلمش حد. ها بقى يا ابطال، هنستسلم ولا هنقوم اقوى من الاول؟ الحياه اختيارات واحنا اللي بنختار.